كنت فاقد الوعي، وأول ما فتحت عيني لقيت نشوى جنبي في المستشفى بفستان فرحها. ساعتها جالي ذهول. قلت لها انت ايه اللي جايبك هنا؟ ردت عليا بشوق لهفة، قالت لي الحمد لله على سلامتك، بجد وقعت قلبي. قلت لها ايه اللي حصل؟ قالت لي وانت خارج من القاعة خبطتك عربية. قلت لها انت ازاي هنا والفرح؟ قالت لي لا، كل سنة وانت طيب. ما بقاش فيها فرح بعد ما اتخبطت وسمعنا في القاعة صوت العربية وقالوا حادثة. كنت بكلمك في الموبايل، قمت جريت عليك والناس في القاعة خرجت ورايا، وجريت عليك وقعدت أعيط وماسكة إيدك لحد ما جت الإسعاف وجينا هنا. طمنوني عليك وقالوا إنك هتفوق بعد شوية، بس هتبقى تحت الملاحظة، وبقالك 4 ساعات نايم. قلت لها طب والناس وشكلك وعريسك؟ ردت عليا بكل كسرة، قالت لي معرفش، أنا جيت هنا وماما كلمتني وبهدلتني وقالت لي اتفضحنا، وفضلت تزعق، وقالت لي كمان إن أهل تامر العريس طلبوا من ماما الشبكة، وقالوا لها لما تعرفي تربي بنتك وابقي جوزيها. قلت لها بجد أنا آسف، حقك عليا، يا ريت ما جيت الفرح ولا ظهرت في حياتك. بس ردت عليا بكل هدوء ورومانسية، وعينيها مليانة رقة وجمال. قالت لي أحمد أنا بحبك، وما أعرفش أنا بعمل كده إزاي، وعملت كل ده من غير تفكير. بس أقولك أنا مش ندمانة، أنا كنت بدعي ربنا إن الفرح ما يكملش، دي جوازة صالونات، وما فيش أي حاجة تربطني بتامر العريس. هو كمان ما ترددش لحظة، وما كانش فارق حتى يعرف مين انت. قلت لها وانا كل حزن، ومين انا بقى؟ قربت نشوى من السرير ومسكت ايدي وقالت لي انت حبيبي. وبص بقى، هتقولي اصل ينفع وما ينفعش، مش مهم، انا معاك ومش هسيبك. انا فعلا معرفتش اتعرف عليك وقت طويل، بس معاك مش محتاجة اعرف عشان احبك. احساسي بيقولي ان انت اقرب حد ليا في الدنيا كلها. الف سلامة عليك يا احمد. يلا قوم بقى عشان اروح البيت لماما، عشان الحق شوية بهدلها. والحمد لله كانت خبطة العربية مش كبيرة، بس كلام نشوى هو اللي كان كبير. كل الكلام ما قدرتش ارد عليه حتى بكلمة، كأني كنت مستني كل كلمة بتقولها، وقررت اقوم اروح معاها البيت. اكيد ما كنتش هسيبها بعد اللي عملته عشاني، لازم اروح لمامتها اعتذر لها. وفعلا رحنا بيت نشوى، واول ما دخلت البيت لقيت ست جميلة قاعدة على كرسي متحرك، وساعتها نشوى عرفتني عليها. قلت لها السلام عليكم يا امي. قالت له عليكم السلام، الف سلامة عليك يا ابني. قلت لها الله يسلم حضرتك، انا اسف جدا من اللي حصل. قالت لي انت مالكش ذنب يا حبيبي، ده نصيب، وانا مؤمنة لو ما كنتش انت جيت كان في حاجة تانية هتوقف الجوازة دي. ساعتها فضلت معاهم وقت طويل، وتعشينا سوا، وكنت حاسس اني وسط اهلي، وعرفت ان نشوى ملهاش حد في الدنيا غير امها، ووالدها متوفي من سنين. وجيت امشي قامت ورايا نشوى، قالت لي بكل رقة وشوق، احمد خلي بالك من نفسك، هتوحشني، مش هعرف اطمن عليك لما تروح، بالله عليك كلمني انت او ابعت لي رسالة. قلت لها انا متشكر يا نشوى على كل حاجة، واسف على اللي حصل النهاردة بسببي. قالت لي انا اللي متشكرة جدا، عشان اثبتت لي انك بتحبني زي ما بحبك. سكت وضحكت. قلت لها نتكلم بكرة سلام، يلا مش عارف هتعملي فيا ايه تاني. ضحكت وفضلت واقفة لحد ما نزلت من على السلم وعينيها عليا. وروحت البيت متأخر. أول ما دخلت البيت لقيت ليلى واقفة ماسكة الموبايل وهتتجنن، وجريت عليا حضنتني. قالت لي كده يا أحمد كل ده تليفونك مقفول؟ كنت هموت عليك، ومال شكلك مبهدل ليه؟ ايه اللي حصل؟ قلت لها عملت حادثة والحمد لله، فقدت الوعي شوية وفوقوني في المستشفى والحمد لله. قالت لي وازاي محدش يكلمني، وازاي تبقى لوحدك؟ كنت بكلمها وانا حاسس ان عيني مكسورة، مش قادر اجيب عيني في عينيها، وهي عينيها مليانة قلق وخوف عليا. كنت حاسس اني بموت من اسلوبها واحساسها الجميل وخوفها عليا، وضميري كان هيموتني، ومش عارف اعمل ايه. ودخلت انام، وابتديت افتكر كل اللي حصل، وقد ايه نشوى بهرتني بحبها ليا، وقد ايه ما فكرتش في حد ولا في اي حاجة ممكن تحصل لها، ولا كلام الناس، وجريت عليا ونسيت كل اللي حواليها. وفضلت افكر طول الليل، وقمت بعت لها رسالة طمنتها عليا.
لحد ما خدت قرار أخير، أنا هتجوز نشوى. وفعلا اتفقت مع نشوى ما تجيبش سيرة إني متجوز مع مامتها، واتقدمت لها واتجوزنا، وعشت أحلى سنتين من عمري مع نشوى وليلى. كنت عايش معاهم وحاسس إن مفيش أي حاجة ناقصاني في الدنيا. حبي ليهم كل يوم بيزيد، وكنت بقول لليلى إني مسافر في الشغل عشان أبات عند نشوى، ونشوى عمرها ما حسستني إني مقصر معاها، بالرغم إن الأيام اللي ببقى معاها فيها أقل بكتير من وجودي مع ليلى. وربنا رزقني أنا ونشوى بعلي، وكنا فرحانين جدا، وكنت عايش لمريم وعلي وليلى ونشوى، وكل حاجة كانت تمام. لحد ما جاتلي منحة إني آخد الدكتوراه من أمريكا، وقررت أسافر، وليلى شجعتني على السفر، لكن نشوى تعبت إقناع فيها لحد ما وافقت. وسافرت بعد سنتين من جوازي من نشوى. وفي يوم جالي اتصال من نشوى وهي منهارة وبتعيط، بلغتني إن أمها توفت. قررت إن أنزل عشان أقف معاها. وتاني يوم وأنا بحضر نفسي عشان أسافر، جالي اتصال من ليلى، وكانت في حالة ثبات رهيب، وقالت لي إنها محتاجة إني أنزل عشان في محامي كلمها وبلغها إن أمها توفت امبارح، ومش هيفتح الوصية غير في وجودها هي وأختها. ساعتها حسيت إني مصدوم، وسألتها: ليلى، انت مش قلتي إن مامتك من لبنان وسافرت وما تعرفوش عنها حاجة؟ قالت لي: أنا آسفة يا أحمد إن عمري ما حكيت لك حاجة، بس أنت لازم تعرف، أنا أمي اتطلقت من أبويا واتجوزت راجل تاني كانت بتحبه قبل ما تعرف بابا، ومن يومها قررنا أنا وبابا ننسيها من حياتنا تماما. لحد ما بابا هناك كان الموضوع بيألمه وبيجي على كرامته قوي، فكنت واخدة القرار إني محكيش ولا أتكلم في الموضوع ده ولا حتى معاك، وقلت لك موضوع لبنان عشان ما تفتحش الموضوع معايا تاني. لحد ما كلمني المحامي بتاعها وقال لي إنها ماتت امبارح، وإن ليا أخت. أنا اتفزعت. أخت؟ قالت لي: أيوة. ما كنتش أعرف أي حاجة عنهم، وقال لي إن في وصية مش هيفتحها غير في وجودي أنا وبنتها التانية. انزل يا أحمد، أنا محتاجالك. قلت لها وأنا كل حزن وحيرة: حاضر يا ليلى، أنا هنزلك، خلي بالك من نفسك وما تعمليش أي حاجة لحد ما يجي. وقفلت التليفون وأنا حاسس إني هموت، مش مصدق بجد، مش مصدق هو ده بجد ولا ده حلم وأنا هفوق. بسرعة كلمت نشوى، سألتها هي عاملة إيه وإيه إجراءات الميراث والكلام ده، عندك محامي علشان لما أجي أنزل أدور على محامي يخلص لنا الموضوع؟ قالت: لا يا أحمد، ما تشيلش هم، المحامي بتاع ماما الله يرحمها هيخلص كل حاجة بعد ما يفتح الوصية، بس أنا مستنياك عشان المحامي بيقولي إن الوصية هتتفتح في وجود شخص تاني، بس مش عايز يقولي إلا لما أروح. قلت لها: لا يا نشوى، اوعي تروحي له إلا لما أجي، حبيبتي اوعي تعملي أي حاجة غير لما أجي، فاهمة؟ قالت لي وهي منهارة من العياط: طيب يا أحمد، أرجوك انزل، أنا هموت لوحدي. قلت لها: حاضر يا حبيبتي، أنا هنزل النهاردة بإذن الله، اجمدي وشدي حيلك. قفلت معاها واتأكدت من المصيبة ورجعت مصر. لو عايزين تعرفوا باقي الحكاية بين نشوى وأحمد، تابعونا في حكايات هنوش.